إيزيس وأوزيريس. كانت إيزيس وأوزيريس قائدين لشعب مصر القديمة وشقيقان توأمان. كان أوزيريس الأكبر سناً، وكان يحظى بشعبية كبيرة بين الناس، فهو كان الأمير المحبوب الذي يعتني بشعبه ويعمل على رفاهيتهم. كانت إيزيس بدورها تعتبر الرمز الأنثوي للقوة والحكمة والسحر، ومع ذلك كان هناك شخص يحسد أوزيريس ويطمع في الحكم، وهو شقيقهما سيت. في لحظة غفلة من أوزيريس، استغل سيت الفرصة وقام بمؤامرة للتخلص من أوزيريس والاستيلاء على الحكم. إعداد خطة محكمة وماكرة، نجح سيت في قتل أوزيريس وقطع جثته إلى قطع صغيرة، ثم قام برميها في نهر النيل. وبعد ذلك أعلن سيت نفسه ملكاً على مصر. عندما علمت إيزيس بمصير أخيها، غمرتها الحزن والألم. قررت أن تبحث عن جثة أوزيريس وتجمعها مرة أخرى. سافرت إيزيس عبر النيل وبحثت عن جثة أوزيريس لمدة طويلة، حتى وجدت قطعها الصغيرة.